ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا جميله تشرفك في عزومات رمضان. كالعاده هنعمل ايه؟ دبابيس الفراخ بمكون خطير بيسويها وبيديها طعم حلو جدا. يلا بينا نشوف الوصفه والمكونات معانا. هنعمل ايه؟ معانا دبابيس فراخ اهي زي ما انتم شايفين. بنجيب الدبوس وبنقطعه كده من النص لغايه ما العظمه بتاعه الدبوس بتبان معانا. بنفصلها عن اللحم زي ما انتم شايفين كده. السكينة يا ريت تكون حامية يا جماعة عشان تساعدك بسرعة. هنا السكينة مش حامية، هجيب واحدة تانية. بص انا بخلي ازاي اهو، بخلي العظمة عن الدبوس، عن اللحم، وعن القرقوشة اللي هي بتبقى في الدبوس. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة دي طعمها جميل جدا يا جماعة، يا ريت تجربوها، حلوة قوي وسهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. هنشوف المكونات معانا كده خطوة بخطوة. تابع الفيديو للآخر عشان تعرف الفيديو الطريقة والمقادير بكل تفاصيلها. اهو شايفين انا عملته ازاي. انا مجهزة اصلا وكنت نقع الفراخ ومنضفاها ده بصوا انا كنت عاملاه هون وكنت نقعاه. شايفين الفرق بين اللي لسه معمول دلوقتي اللي في الطبق ده، وده كانت الفراخ منقوعة وهو مفصول كده يا جماعة. شايفين الفرق؟ بصوا بس انا سبت ده على اساس ان انا اعمله معاكم. اهو بصوا، يفضل ان انت تفصليها وتنقعيها بقى في الخل والملح والليمون. هنعمل واحد تاني زي ما انتوا شايفين كده. لو اول مرة تشوف القناة يا جماعة يا ريت لايك واشتراك في القناة. دوسك على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بصي كده بقى، ويا ريت تكتبي لي انت بتتابعيني منين. اه اليوتيوب يا جماعة المشاهدات بتاعته بقت قليلة جدا، مش عارفة ايه السبب. انا عندي بتعامل معاه زيه زي الفيس بالظبط. هي هواية وبنشتغل فيها. ربنا أراد نربح منها، أراد ما أرادش خلاص، ما تحرقوش دمكم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى هنعمل ايه. هنا هنجيب البهارات بتاعتنا. انا خلصت كل الدبابيس كده. ده فلفل اهو، توم باودر، بصل باودر معلقة صغيرة طبعا. انا ما حطيتش من ده، دي كزبرة ما حطيتش. ده كركم حطيت نص معلقة بس، انا بعد كده هضيف نص معلقة كمان يا جماعة. وده كاري معلقة كبيرة اهي، معلقة صغيرة. بابريكا برضو معلقة. ودي بهارات فراخ. خلاص اهي. اه انا هنا ضفت نص معلقة تانية من الكركم. لقيت ان نص معلقة هتبقى قليلة فضفت نص معلقة تانية. خلاص كده هنعمل ايه دلوقتي؟ وهزود برضو فلفل. لا هنا ما زودتش كنت بحط المعلقة. بصوا بقى يا جماعة هنعمل ايه في الخطوة دي. هنجيب كوباية دقيق. انا حطيت هنا كوباية دقيق يا جماعة وحطيت معلقتين نشا. هي هنا ما اتصورتش. وجبت كنز سفن وحطيت على كوباية الدقيق ومعلقتين النشا وقلبت. هتفضلي تقلبي فيهم لغاية ما تحصلي على القوام اللي انا ايه عايزاه. دلوقتي تشوفي القوام اللي انت اللي انا عايزاه. تفضلي تزودي السفن كده لغاية ما تبقى معاكي عجينة زي عجينة البانكيك كده.
وتقدري تعملي الوصفة دي يا جماعة. تعمليها قبلها بساعتين 3، تحطي الفراخ في التلاجة فيها او تبيتها بليلة، ويستحسن ان انت تبيتها قبلها بليلة. انا بيتها قبلها بليلة في التلاجة اهو. تقلبي كده، تفضلي تقلبي لغاية ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. خلاص. هنا بقى هحط الفراخ. انا كنت حطيت الفراخ هنا في الخلطة اهي زي ما انتوا شايفين كده، وفي هنا المساعد كان واقف جنبه زي ما انتوا شايفين ايديه اهي اهو. حطيت الفراخ زي ما انتوا شايفين، وانا هنا هبيتها بقى ايه ليلة. خلاص كده. هنا انا بغمس الدبابيس بالخلطة عشان كلها تبقى متشبعة بيها. خلاص. زي ما انتوا شايفين كده اهو معاكم خطوة بخطوة. خلاص كده. هعمل ايه بقى في الخطوة الجاية؟ هجيب بقى ورق الاسترتش. خلاص شبعتها كلها اهي. والعجينة يا جماعة تكون زي عجينة البانكيك كده. بس كده انا بشربها كلها اهي. خلاص يا جماعة كده هنحط ايه بقى عليها ورق الاسترتش كده اهو. هنا قاعدين نتكلم وناسين ان الكاميرا مفتوحة. الفيديو ده يا جماعة بجد تعبنا في المونتاج، لان كنا واقفين نتكلم في المطبخ، والحتة اللي عايزة اصورها متتصورش، واللي مش عايزة اصورها متتصورش، يعني اخد وقت في المونتاج جامد. بصوا هنا بقى هعملها كده، هغلفها وهسيبها. هنا المساعد هو اللي بيقص. هحطها بقى كده في التلاجة تاني يوم اهو. وهنشوف تاني يوم هنعمل ايه فيها. خلاص هنا خلاص وصفتنا بقتنا. هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية دقيق على نص كوباية نشا. وهنحط بقى بهارات على الخلطة دي. ده توم، معلقة توم اهي، نص معلقة توم. وبصل بودر، وكاري. طبعا يا جماعة ما ننساش الملح في الخلطة الأساسية اللي احنا عملناها دي وبيتناها، وملح برضو. وهنخلط الخليط ده مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين. بس كده تخلطيه كويس جدا. وهنجيب بقى الخلطة اللي احنا بيتناها الفراخ. هنشيل من الخلطة دي وهنحط في خليط الدقيق والنشا اللي احنا متبلينه. الافضل ان انت تبيتها ليلة ليه؟ لان السفن يا جماعة بيسوي الفراخ. هناخد كده الخلطة اهو من الخلطة. انا بس عايزة اشبك الشوكة فيها واطلعها اهي. وهنحط هنا كده. وهنعمل بقى بايدينا
هتكبسي فيها الدقيق والنشا كده بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده. بس كده. اهي شايفين الشكل. هتحطه في الطبق كده تجهزيها. وهنعمل واحدة كمان معاكم اهي. زي ما انتوا شايفين كده برضو، تكبسي بايدك كده لغاية ما هنخلص كل الكمية. بس كده. الوصفة اظن سهلة يا جماعة، مفيهاش اي حاجة، والنتيجة في الاخر حلوة جدا. يا ريت تجربوها اهي. خلاص كده احنا عملناها كلها هي بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ دي لازم تتحمر في زيت غزير يا جماعة. انا عملت هنا في المقلاة الصغيرة دي على اساس ان انا ايه هعمل قطعة قطعة وما استهلكش زيت كتير، لان لو عملت في حاجة اكبر منها هستهلك كمية زيت كتير. وطبعا انتوا عارفين ازازة الزيت دلوقتي بالشيء الفلاني. فهنا انا بسخن الزيت اهو زي ما انتوا شايفين، والشبكة دي عشان اطلع عليه عشان الفراخ ايه تفضل مقرمشة. اهو بسم الله. بعد ما نسخن الزيت يا جماعة بنهدي الحرارة على درجة حرارة متوسطة. خلاص. ولازم الفراخ تنزل على درجة حرارة سخنة، وبعد كده ايه نهدي النار على درجة حرارة متوسطة، ده لغاية ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه. عشان كمان الفراخ تستوى، يعني ما تخليهاش على درجة حرارة عالية بعد ما تحطيها على اساس ان الفراخ تستوى. انا هنا بوريها لكم. هنا هي خلاص استوت، القطعة استوت. هشيلها واحط القطعة بدلها. شايفين شكلها؟ حطيت قطعة بدلها. هنا بقى الكاميرا ظالمة اللون يا جماعة، لان الاضاءة هنا غير الاضاءة على البوتاجاز. بصوا مستوية، والنتيجة في الاخر صدقوني تحفة. يا ريت تجربوا الوصفة دي. سلام عليكم.